يا جماعة أنا عايز أحكي تجربتي المريرة النهاردة في المكان المنيل بنيل اللي أنا قاعد فيه ده. أنا اتبهدلت النهاردة، أقسم بالله اتبهدلت ولازم أتكلم، ما هو مش هينفع كده. محدش بعد كده يقع في نفس التجربة المنيلة دي. أنا هتكلم وأديكم النصايح واللي أنا شايفه صح وأخلص ذمتي قدام ربنا عشان محدش يقع في اللي أنا وقعت فيه ده بعد كده. ركزوا يا جماعة معايا. النهاردة يا جماعة لقيت الجو حلو والشمس حلوة وزي ما أنتم شايفين كده وشجر ونخل وقرف، فقلت اتنقل انزل اقعد في ستاربكس زفت. ستاربكس كافيه كلنا عارفينه منيل بنيلة ده. بالنسبه يا جماعه للناس التعليم المجاني اللي زي حالاتي ركزوا معايا قوي في الفيديو ده. الناس اللي ليها في الافرنجي والعيال المايعه واللي مصروف عليها اللي بتفهم دي مش مشكله، يجوا هنا عادي هيعرفوا يتعاملوا وهينبسطوا هم عارفين. باختصار شديد كده يا جماعه انا هحكي لكم الدروس المستفاده من الوضع الكسكسي اللي انا فيه ده دلوقتي، يا ريت نمشي عليها عشان ما نتبهدلش، عشان انا اتبهدلت النهارده. قبل ما تتنيل تفكر تيجي تتلقح في المكان الزفت ده ستاربكس زفت، امشي على الخطوات اللي اقولها لك، اليوم هيعدي على خير والله العظيم. مش هتمشي عليها صدقني هتتبهدل. كده يا جماعه ان معاكم فلوس في جيبكم وفلوس كتير، قبل ما تتنقل تنزل مفيش فلوس في جيبك، اتلقح في بيتك، امك تضرب لك موزتين في الخلاط تطفحهم، تتفرج على تمثيليه، تحكي مع ابوك، اي حاجه، المهم ما تجيش. اي حاجه يا جماعه، اول ما توصل الكافيه اوعى تخش على الكاشير وتطلب على طول، ما تبقاش غبي، لا، بص الاول من بعيد كده وراقب. في بنات واقفه على الكاشير بتطلب ولا حاجه، عدي كده ايه كانك رايح الحمام، كانك بتتكلم في التليفون، اي مصيبه تاخدك، المهم ما تخشش تطلب لحد ما يغوروا في داهيه، حلق على الكاشير وخش. احنا يا جماعه اتفقنا ان احنا تعليم مجاني، يعني في بنات واقفه هتخش تتكسف، الراجل هيقعد يبرطم لك، هيقول لك كلام اقسم بالله ما هتفهم منه حاجه، هتقعد تهز بدماغك وتبتسم، شلت بلح خلص. الموضوع هيبقى منك يا جماعه، لان هو بيتبع معانا اسلوب شلح ويجري في الظلام. اه والله، يعني هو بيشلح الزبون اللي هو احنا وبيخلينا نجري في الظلام من اللي بيحصل فينا، وده ما يصحش. قلت جوه يا جماعه، عرفت هتطلب ايه قول له عايز كذا، هيقعد بقى يجيبك يمين يجيبك شمال، يلعبك بالالفاظ، لعبه، هيلعبك لعبه، نو على طول قول له نو. بس تبقى حافظ اسم البتاع اللي انت هتتنال تشربه كويس، لان اساميهم غريبه، احفظه كويس قبل ما تخش، اقعد سمع لنفسك كده في الذاكره عشان هتتلخبط حاجات غريبه. قدر الله حصل معاك زي ما حصل معايا ونسيت اسم البتاع اللي انا حفظته، خش قول اي حاجه اخرها تشينو ومد كده في الكلام ويعني هز بدماغك، فرابتشينو، كابتشينو، موكاتشينو برضو، المهم تشينو، اي حاجه، هوت شوكليت، اي حاجه بقى، انا ما اعرفش، انا قلت له هوت شوكليت مش عارف ايه ده يعني. هي جت معايا كده يا جماعه، ما حدش ما تركزوش في الكلمه، هي جت معايا كده خلاص اتزنقت. متوتر شويه يا جماعه، يعني تحسوني منفعل، بس انا اتبهدلت والناس عماله تضحك عليا وحاجه تقرف، شكلي بقى كلثوم مخروم اقسم بالله. المهم ارجوكوا يا جماعه اطلبوا الاوردر بس، بلاش ميه معدنيه والفشخره الكدابه دي جوه، ميه معدنيه لا، هي الكوبايه اللي هتطفحها بس ميه معدنيه بلاش. بس هتقول له ميه معدنيه هتلاقيه جايب لك امبوله صغيره كده مش عارف بيتعمل بيها ايه بالظبط، ومكتوب عليها ايه بقى، مياه نقيه من وحي الطبيعه الشقيه مثلا، مياه نادره من جنوب بحيره البجع في شرق سنغافوره. لا، وفي الجنب هتلاقي مكتوب السعر 3 دينار، 3 دينار ميه معدنيه. مصيبه، احنا في مصيبه. يكش يتحرق البجع على اللي عايز يشرب ميه. هو انا لما افلس اخر الشهر، انا عشان البيت سمعتني، انا لما افلس اخر الشهر البجع هيسلفني؟ لا. انت نازل وانت نازل رايح زمزميه، زمزميه الحل بسيط والله العظيم، بس احنا اللي بنكسل نفكر. زمزميه ومعاك جنبك في العربيه، هتعطش هتشرب حاجه يا جماعه، يعني مش عيب والله، مش احسن ما يشتغلوك ياخدوا فلوسك؟ انا رحت جبت واحده من فرع الجمعيه لما لقيت وضعي كده اهي، ماليها ميه وتلج ومستمتع وعمال اشرب واغيظ في اللي حواليا ومية مية. كنت داخل عايز كابتشينو اظبط الدماغ عشان عكيت وقعدت اهز في دماغي، بصوا جاب لي ايه، على النعمه ما انا فاهم ايه ده، حبه شوربه عدس على حبه رغاوي ومنتهى قله الادب، يعني انا مش فاهم يعني. مش على اخر الزمن يا جماعه نتقرطص من واحد فلبيني يقعد يتميع علينا شويه وفي الاخر نلبس؟ يا ريت نركز يا جماعه في الموضوع ده. اهم بصوا اهم ده اللي فالحين فيه، يكشوا ولعوا.